بدك تعرف شو عم بيصير، يا عيوني تاخد الاخبار من عنا، الله الله شي روعة وشي تعتير، يا عيوني من وراهن هيك صرنا. الله الله لك يا أليكس اشتقنا لك الأكتر يا جو والله زمان. عن جد كيف يا جماعة مرحب، هاي كيفكن اليوم؟ اشتقنا لهالقعدة، اشتقنا لهالفايبس، اشتقنا للحلقات اللي بنحكي فيها وبتاخدوا كل الأخبار من عنا. شو صاير؟ بتعرفوا بهيدي الحلقة مجمع كل الاشياء اللي نحكي فيها، وأول سيجمنت وعلى السريع وبلا تضيع وقت أليكس. حبيت أبدا ما حبيت حبيت ما حبيت. لحظة، شفتوا أصالة نصر وقتها وصلت على الكويت؟ انوهلتوا، تفاجأتوا، انصدمتوا. الكل ما توقع. ولو أنا بالبيت مش هيك بكون مفرع، يعني تياب البيت بتعرفوا لأنه في تياب للبيت مش هيك بكونوا. فايتة فيهم على المطار بالكويت أصالة نصري وبثقة مع زوجها. لا، إنها مفاجأة، إنها مفاجأة ما أحببتها، ما توقعتها للأمانة. مريم فارس ولا لها مبروك، ناطرين تنزل غنية جديدة، كنا عم نقول وينها غيبة. لا حبيبي، أول شي نزل التيزر ونزل معها كابشن يا حبيبي، قال إنه عطيت الغنية لثمان موزعين ما عجبوها، ما حدا قدر يصيب مثل ما هي بدها، قررت هي من نفسها توزعها. إلا يا جو هيدي إنه هي ثقة بنفسها، إنه هي عندها إيش عشي ما حدا عطاها إياه، هي قادرة تشوفه وتوصل له، ولا هي قصدها تستخف بثمان موزعين من لبنان ما حدا بشطارته ومهارته قدر يعطيها اللي بدها إياه؟ شو طالبة مريم فارس؟ وما مخليه حدا يكتب كومنت ويطلع يقول لها يا مريم انت كيف ولو، انت كيف ولو، مش تو ماتش شوي مريم انت صار لك فترة اخد راحتك. شو بدك فيها للمخلوقة؟ مخلوقة عندها موهبة مخباية بدها تفجرها. هلا هي موهبة التوزيع. إذا هي بدها تعمل شيء غير الغنى، أنت شو بدك فيها؟ انا عم بطلع انت شو جابك بعد نبلش. نحن مثل مريم فارس طرشولا وقولولا والتم اللي هيك شوي الكلمه الرخوه ومرخيه، طلعت انه هيك اغنيه يمكن تسمعوها يمكن يتشل، بس ما تعملوا هيك قاعده مود. يمكن بنغنيها لخارج بيبي تينام، كثير خارج بيبي ينام، بس انه لن تكون هيت، يعني منا هيت. وبنفس الوقت هي كانت كاتبه منشن هاشتاج نو ريتاتش، او مش عملت لها فلتر، طالعه مثل كانه على طبيعتها. ممكن، بس مش معقوله مش مزبطه بالاضاءه والاخبار الشغل الصح، هيك بيطلعوا على طبيعتهم مثل كارينا كابور. هيك بتطلع مرة عمرها 45 سنة بثقة، مبينة بهالقد تفاصيل وجهها، حبيناها، هي هون فينا نقول هيك. تاليا مثلا، ماريا مرسيدس، لأجلكم آمل القمر. يا خيي أليكس عندي سؤال، أنا عم بكبر وهالمخلوقة عم تصغر، ولك رح تصير قد بنتي، كنت أنا أحضرها أنا وصغير، ثريا ومونتينيغرو وأليخاندرو وما بعرف مين، وهي هلا صارت أصغر مني، بس عن جد قمر، ولك قمر، ولك يا قبرني جمالك. أحلام عم تهتم بجمالها، بعدها بتروح عيادات، بعدها بتروح هالمرة صار لها فترة بتفرجينا شو عم تشتغل. التشبيه ما بين أحلام والبيبي والوجه يعني مليون عمية. حبيته صراحة وقررت هيك أشاركه معكم. اليوم عم تروح بعدها عم تشتغل صح بوجهها ولا عم تنزع وجهها؟ هل عم تعمل شيء بيخدم ملامحها ولا خلص أحلام إناف تجميل؟ برجع بقول شوف الفرق انا معي، يعني شو انا عم تاخذ مني تتعامل بوجهها تشكشك قد ما بدها. بس هو اللي صاير اليوم انه ما بقى حدا عم يرضى، كل يوم بيروح هيك بيلعب لعبتين بالوجه. لو كل فتره وفتره واحد بيضرب ضربه طيب ماشي الحال. بفستان هي اطلت فيه، اوكي طلع حلوه وكلاسي مثل العاده وفخمه، بس طلعوا معي بالفستان ما بتعرفوا، يعني ما عم بفهم وين ببلش وين بيخلص، شو موديله، شو تصميمه، وين كيف، ما قدرت اعرف، ما قدرت اعرف. وما قدرت اعرف شو اللي عم بصير مع ماجي بغصن وفريق بالدم. اقول لك اليكس اذا دقيت لسوسو بترد علي ولا زعلانه؟ مش عم بحكيها صار لي قد ايه. هيدي قصه بالدم، صار معي ضغط بالدم من وراهم. الو ولك يا سوسو بونجور. يا عمي بونجورين وثلاثة، كيفك؟ شو الأخبار؟ حقك علي عن جد، صار لنا زمان ما حكينا، بتعرفي رمضان وحلقات خاصة. وعامل لي قاضي وعم بتحكم. عجبتك ايه؟ حكم قاضي. طب اسمعيني شوي، أول شيء أنت منيحة؟ منيحة. طيب هذا المهم، اسمعي هذا المهم. أكيد. ماجي بغصن شفتيها انه العشاء اللي عملوه امبارح من يومين كرمال احتفال بنجاح بالدم؟ أنا اللي شفته، كم عشا صاروا عاملين؟ كم؟ كم واحد طوشونا؟
يعني اذا بده يعملوا 30 حلقه صار بده يعملوا 30 احتفال، شو في هالقد؟ عن جد خلصنا. زودوها. لا وعشوي قوموا البسوا، شو عندكم؟ تعالوا نصور عشاء. عفاكي خلصنا. عفاكي خلصنا احتفالات، بحسبكم عم بوسكوا لحدا، عم بيقهروا ناس، خلصنا ماشي الحال. عن جد ولا؟ ليكي على هالسيره انا شفت لها البودكاست، انا ما حضرته كامل صراحه، ما بقدر اتحمل ساعه ونص. ماجي يعني بحس يعني في محلات شوي في فلسفه بالحديث، بس في مطارح انت حبيتي ولا كيف؟ لك هو كان حديث حلو، في صراحة أوقات، في ثقة أوقات، بس يا مستفزة. عيني عليكي يا عيني عليكي، في مطارح انا حسيت انه اللي عم تحكيه حلو بيشبهنا ويمكن في ثقه. بس أوقات استفزتني. صح. عن جد. عندنا سوسو بلبنان هيك بس يكونوا الجماعه عم بيلعبوا مع بعض ويمزحوا مع بعض بيقولوا ايه يلا كذب وسليني، يعني بمعنى اضحك علي انا فاهمين عليك عم نتسلى، مش شيء مزح وضحك. فهيك حسيت بمحلات. أكيد. لا ومرت أهم منتج، انتبه، وهي مش مخلية دراما لحدا، محتكرة كل شيء. شو ثقيله. من يومين شفت بنادول بالفارماسي للثقه الزايده، بركي بنعطيها علبه بكره وظهر وعشيه ما بيأثر. عفيت. يلا سوسو روحي رح يخترب بيتنا، يلا باي. باي. على سيرة ماجي لازم نتذكر دانييلا رحمة. بنفس إطلالة مايا دياب لن تكوني من الأجمل بينهما. من الأجمل بينهما. أعطوني رأيكم وشاركوني لأعرف أنا إنه هون ولا هون، دانييلا ولا مايا. هلا عرفتوا شو قالوا أو شو نشروا؟ نشروا إنه حسام حبيب سوف يرتبط قريبا أو ارتبط وسوف يدخل القفص الذهبي قريبا من فتاة جديدة، يعني نحن خلصنا شيرين. يعني نحن أليكس ما بقى في عنا حسام وشيرين، نحن صرنا بمحل حسام حبيب لحاله. برافو برافو برافو، ريحونا بقى لأنه خلصنا. شايفين هاد كله؟ ما بيشغلني بلا بيشغلني. ياسمين عبد العزيز بعد لليوم تقصف جبهة أحمد العوضي. خلصنا ما خلصنا وتقابل حبيب وقبلناه وتجوزناه وحبلنا منه وخلص المسلسل. بعدها تقصف الجبهة تقول إنه مسلسلها هو اللي نجح وهو اللي ربح بعيدا عن الإسفاف والبلطجة. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني إنه هو كان عنده إسفاف وبلطجة بمسلسل وأنت عم تنكيه؟ شو؟ ياسمين طولي بالك طولي بالك. جو شو بك؟ هدي شو في؟ تذكرت يومي. شو صار مع يومي بقى شيء؟ جو لازم كمل الحلقة أليكس، بس يومي يعني هيك قلبي عم يفرك على يومي. شو صار؟ عندها هم كبير، مهمومة بشكل صرت أنا شو بدي أعمل لساعدها. حضروا شوفوا شو بها. بركب بقص بشيل بحط كل الله وكيلكم كل شهرين بحط شعر ليس برجع بغير رأيي بقول لا بدي شعر كيرلي، بحط كيرلي بقول لا بدي أقصره، بحط. بعصب ولا لا؟ بس حدا يقول لي بعصب ولا لا؟ حروب وقتلى واطفال وشهداء وناس وازمه ومصاري والعالم جوعانه ومشاكل وطلاق، شو بعد في أليكس مشاكل بالدنيا كلها. ويومي بغير عالم، بتطول شعره ولا بتقصره؟ بتحط الاكستنشن ولا بتشيلها؟ بعصب ولا لا؟ شو شفت سكتت، ايه ما عندك شيء تقوله؟ عندك شيء؟ لا. اسمع لك هالخبريه، طلعت تقول للصبايا انه اذا انت بتحبي انه اذا بتكبري الشيء ممكن هذا الشيء يبسطك، اعمليها ما معك، بيعي كيلوتك لتكبري. صدق كيف يعني؟ الحلزونه يما الحلزونه، الناس هستروا منهم نزعونا. عن جد أليكس هذا تاثير على الناس، وشو وحده بكره تبيع كليتها تتكبر صدرها. عن جد فيها تكون تاثيرها قوي عند الناس. انتبهوا يا جماعه، انتبهوا له كيف واحد هيك بيحكي كلمه او هي عم تقولها بالمزح والناس ما رح يصدقوا. هيفاء وهبه اطلت بفستان ذكرني شوي اللي لبسته نجوى كرم مره، هذا الاخضر بالايدين اللي معبى، هي كتير هيك مثل الاجواء الصنيطه بنخبي فيهم الاكل. الاطلاله كانت حلوه جميله. بدي اقول لنور عريضه يا ريت اسمها نور طويله لانه هي منا عريضه. طلعوا بالصوره مايو ما مايو واجواء تانينج، بس كتير هيك صحباتها طوال يعني واجريها حلوين، بحس وقت سميها نور طويله. بس حلوه. قمر مبروك لنارين بيوتي كاتبه كتابها. شفنا الصور، شفنا الفستان الابيض، شفنا القصص اللي كانت هيك عم تنشرها، هذا الشيء كان حلو. مهيرة عبد العزيز بتطلع قبل بتنتقد الحليمه بولند وبعد شوي يمكن بتتمسخر او بتهاجمها وبتعلي عليها، بترجع هي لما تكون بلندن بتوشنا ستوريز وفيديوز وسناب شات انه هي شو عم تعمل بالاجازه. قولي والله مهيرة
يعني تبع واحد بعد الطلاق بينفصل هيك شوي عن زوجه، بيطلع باله هيك ينفصل عن الحياة فبينطلق، وهي طلقة ما شاء الله. sometimes بعض الوقت. انا بوز. طيب وبحب الناس الرايقة اللي بتصدمني على طول. انا بلا هلال قال قاعدة عم تعمل ميك اب، عم تفشخ بستوريز انه في 2 3 حتى حدا فوقها هيك عم بيعملوا لها ميك اب، واجريها على الديسك. اول شيء اجرك بوجهي وطيها، ثاني شيء اجرك قدام العالم بشعه عيب، فنزلي اجرك. انا بلا ولا اول حركات يعني. بعدين بس ما بوصيل انا كيف بدي اياني اعرفها؟ يعني اذا انا ماشي سكرولينج وشفتها اوكي بالصوره قمر وحلوه الصوره والسانست والمود والهيدا، بس ما عرفتها. صعب يا جماعه اعرفها. مي حريري كمان، ما كيف بدي اعرف انه مي حريري؟ بعدين شو هالبوز اللي اخذته؟ هي مشقحه فوق هيك وعامله ولا مش تمطش شوي مي. هند القحطاني سعودية الأصل اللي كل الناس بيعرفوها على السناب شات، قد كانت ناشطة وقد مثيرة للجدل بالمحتوى اللي بتقدمه بجرأتها. اليوم حابة تنزل فيديو لتفرج الناس الحلق تبعها، بس الحلق ما بيتفرجوا جايز. أليكس ما فيك تفرج الحلق إلا لما تفتح على صدرك وتحطهم على الكاميرا وتقرب، هيك بنشوف الحلق صح. تعالوا نشوف. على فكرة حتى الحلق هذا شوفوا من ديور، نفس شفتون ايه للحلقات ولا لا؟ هدوني زركوني تيبينوا لكل الناس كلهم يحبوني. اول شيء اشتقنا لك، ثاني شيء وينك؟ عم بحكي مع حالي صار لي يومين. اشتقنا لك وقل لي شو في على السريع خبرني. وقتها شفت فيديو لصوفيا المريخ هي وعم بتغني مارلين نعمان، إيه؟ انا استغربتها، قلت انا عم بتغني ولا عم تتمسخر؟ اسمع وسألت أنا مين؟ كمل. ايه أنا وقلبي مضيع. خلص بالزيادة واضحة. السؤال هيدا غنية طريقة مزبوطة هيك بتغني صوفيا المريخ، ولا هي كانوا عم تتمسخر عم تعمل شي حركات قصد مقصودة؟ انت حسيت هيك؟ يعني كل الناس حسوا هيك وانا كمان مبينة ما عم تغني صح هيك. دايما مستركاتي بما كانت هيك ولا لا؟ انا كمان انصدمتوا. بلشتوا تحضروا مسلسل آسر على شاهد؟ انا صراحة عم شوف فيديوز على السوشيال ميديا وانستغرام بعد ما بلشت هيك ما غصت فيه. الناس بلشت عم بتتابع. بدي رايكم جايز اذا حبيتوا، اذا رح بتتابعوه ولا لا. في قالوا انه مسلسل الحفره التركي سوف يتم اكيد تعريبه، بس رح يكون قصي خولي باسل الخياط وسامر اسماعيل. شو هالثلاثه مع بعض؟ يعني هذا المسلسل اكيد كلنا رح نحضره، يعني ما في واحد يقول لا. بده يعملوا مسلسل او فيلم رعب، رح يكون على نتفليكس، وعم بتشوفوا الكاست هدى الخطيب وكل الناس. هذا الشيء بيشجع انه نحضره او انه يكون شيء جديد بالنسبه للمحتوى اللي عم نحضره او عم بيقدموه لنا اياه الفنانين. هلا في شيء كمان لفتني انه ب20 الشهر على شاهد أليكس في مسلسل اسمه يا غايب عن فاضل شاكر. قلت انا يا غايب ليه ما تسال على احبابك اللي بحبونك؟ ان شاء الله يكون اكيد بيتضمن مش بس معلومات عنه، كمان اغانيه، اهم اعماله ونجاحاته. ما بعرف اذا هذا الشيء بيرجع بيرد محبه الناس لفضل شاكر، ولا خلص اللي انكسر واللي راح. يلا يا خبر يوم بفلوس بكره يبقى ببلاش. نهفة هذا الاسبوع، نهفة من النهفات. تعالوا نبعد شوي عن الفن. فيديو لمحته قدامي وانصدمت كيف هيك سياره بهيك زركه، والله لا يزرك حدا، انه في يقطع وفي قطعة وفي يقطع لتاني ميلة من دون ما تقشط لتحت. طبعا هلا اذا الشباب عم بيحضروا بيقولوا اكيد مش النسوان عم بيسوقوا، والنسوان عم بيحضروا اكيد عم بيقولوا يمكن مش شاب اللي عم بيسوق، مرة فيها تعملها. فيديو غشني صدمني ما توقعته. معقول او مش معقول؟ معقول تشتي بآب؟ معقول نادين نجيم نزل لها قال عناوين. نادين نجيم أليكس قال تستعرض أنوثتها بجلسة تصوير جديدة. طلعنا بجلسة التصوير قاعدة على الأرض، يمكن بيبي دول أو يمكن لانجيري قميص نوم. استغربته، يعني أنا من كترة هول الدهشة أنا انقطع نفسي خفته. يقوم يصير لي شيء أنا عم شوف هالقد تضج أنوثة. طلعت إنه نادين نجيم ليه طالعين باللانجيري؟ يعني بدنا اتنشن، بدنا يحكوا فينا، ولا هذا الشيء بيخدم الميك اب والدعايه اللي عم تعمليها؟ طلعت هيك انه في ناس أليكس اجمالا بالبيت بتكون مفرعه، بيجي الدليفري مثلا بتحط شيء عليها وبتقوم تفتح له الباب. هلا طالعه هيك على السوشيال ميديا، بعدين على تيك توك وعلى السناب شات خلصنا نرفع الرايه البيضاء
بليز نرفعها، انه نحن خلص بقى نعمل حالنا ضحيه، هاي مستهد فينا وهيدي مدري شو عاملين فيها وهيدي عاملين حاطين حطاطه وهيدي عم بدي خلصنا بقى نادين. مع مين بدي احكي؟ مين في حدا احكي عنه يعمل لي ضجه؟ واذا بدي احكي عنها بالمنيح خلص بس العالم كله هلا تارك همومه ومركز مع نادين الجاي، مين باله؟ ولا انت قصدها حدا؟ قصدها مين؟ يومي؟ يمكن وقتها يمكن قلتي لها شيء عن البنت الكلاس انه مش اللي بتكون كلاس ومعها مصاري وهيك، البنت الكلاس كيف بتكون؟ يعني ما بتقبل تفوت بمواضيع فيها مثلا انه وبدنا نتأتي ومشان ما نركب الجمله وبدنا نقول شيء يكون كثير قوي مشان نروح على الفرصه بدي مخطط. خلص بالزياده، يلا هلا بيطلع بيقولوا لي انت ليه بتكرهها عم تحكي عنها بالعاطل. anyway ليكون معقول شو قالت مي عمر؟ قالت انه قريبا رح ينزل الاعلان تبع مسلسلها برمضان 2025 26. قلتي ما امبارح كانت عم تعتذر، رجعت قالت لا يمكن غير رايي، هلا صارت تنزل الاعلان. شو في شو متى مصورينه؟ اي متى صوروه؟ بليز حدا يخبرني. معقول دينا شو قالت؟ اسمعوا بقى، دينا قالت انه قال زوجها لكارول سماحه كان خطيبها بالزمانات. ايش هالتصريح اللي ما له عازه هلا؟ زلمه بعده مع مرته وهو كارول مع احلاهم مع بعض وبحبوا بعض، شو نطلع نقول؟ ولا يمكن قطعت هيك بالسياق الحديث. برجع بقول يا جماعه سالوه اذا اليوم بدك تبوسي بمشهد مين بتبوسي؟ قالت لهم احمد العوضي. شو رشقه وشو طلقه وشو صريحه بالصاد انه قد ابنها. بس برجع بقول انه سافا. هلا على هالسيره قالوا ما بعرف اذا صح كريم رزق الله وفادي شربل رجعوا لبعض من بعد انفصال وطلاق يعني لمده طويله. هل معقول هذا الشيء صح ولا لا؟ يعني هل هذا الشيء نحن بيشغلنا ولا لا؟ يلا شو بدنا بالعالم. على سيره شو قالوا، اسمع أليكس، قالوا انه قال الاستحمام يوميا قد يؤذي الجسم وانت لازم تتحمم فقط مرتين بالاسبوع. انا بفضل اذي جسمي ولا نتحمم مرتين بالاسبوع، عم نتحمم مرتين بالنهار. كيف يعني مزبوطه هالمعلومه؟ مين اللي قال هالخبريه هيدي؟ قطع لي قلبي. نحن بعدنا اليوم بنشجع مزيل العرق، على الاستحمام، على الروايح الطيبه، مش مضطرين عم ندوخ عم نقلب عرفتوا شو قصدي؟ طيب ليكو معقوله رانيا يوسف قبلتي؟ حلقه باذنك حطيها كاساندرا لن تكوني، ما بدي عصب ولا بدي كذا. ناهد السباعي قال اطلت على البحر ما عرفت اذا هي لابسه كيس لبن ولا هذا اللي بيلبسوه بمستشفى المجانين ولا يمكن على الهوا هيك عمل، ما بدي اظلمها، هي قصدها تطل على طبيعتها وماشي الحال. شيلاء سبت ما عرفتها. أليكس من السبت مصدوم انه هيدي انه معقول هيدي هي؟ لك ليه هيك بيعملوا بحالهم؟ بليز حطوا اساميكم ثاني مره بالبومط العريض لا اعرف انه هيدي انت. صراحه سيلينا جوميز تغيرت كثير، ضعفانه ومتحليه وهالورده الحمراء ما فهمتها بالفستان. وعم بيقولوا انه اليوم جاستن بيبر يعاني كثير من ازمه نفسيه صعبه خاصه من بعد كيف صارت اليوم سيلينا جوميز. فهل هذا الشيء صح ولا لا؟ ما بعرف. كل اللي بعرفه انه مريم حسين تعبت واخذت صوره كثير مهمه على الثلج واللي اشتغل لها الفوتوشوب زبط لها وكبر لها اياها. مش معقول ما تشوفوها، مش معقول تروحوا تعبوا للزلمه ضيعان، مش معقول. شفتوها ولا ما شفتوها؟ اهضم تعليق جايز. وهي قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. صار وقت شو هلا؟ اهضم تعليق. اهضم تعليق بيقول جو انا بحضرك بالجيم لو سمحت عملنا الفيديو 50 دقيقه لان بس يخلص الفيديو تبعك على 20 دقيقه بمل وبصير بدي اخلص وارجع على البيت. شو حلو هالتعليق، شو بحب بس تنقهر. يعني هي عم تتمرن وهذا الشيء حلو، رياضه ومثابره وانا عم سليها بالجيم وعم تحضر، لازم نعملها 50. بعملها اذا بدك ساعه ونص، نتمرن ساعه ونص ومش بس 50. جايز ثانك يو كثير عن جد. يعني انا كنت كل ليله اصلا شهر رمضان كنت عم تابع دائما تعليقاتكم، لو ما كنت عم بستعرض اهضم تعليق، ولكن كنت عم شوف انتم كميه الحب اللي عم تفرجوني اياها وتعطوني اياها بتعليق او بكومنت او بكلمه. عن جد ثانك يو سو ماتش، محبتكم على الراس وجوات القلب، وانا اكيد بدي لكم اياها بعد اضعاف واضعاف. رح نوقف هون، ما بتعرفوا انا اي ساعه بطل عليكم. كرمال هيك اكيد فولو على كل السوشيال ميديا، اسمي وين ما كان جو بو غزاله. مالك ليش زعلان؟ بدي اقول اسمي. فيكم تعملوا اكيد دقه جرس مع سبسكرايب للشانل، وانا بشوفكم فيري سون. باي أليكس. باي.